نشارك وإياكم متابعي قناة ديل سبورت أول ظهور للنجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، وذلك خلال حضوره مباراة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي، حيث انفعل رونالدو بعد تسجيل أندرسون تاليسكا لاعب النصر هدف المباراة الأول، حيث تواجد دون في ملعب مارسول بارك وحرص على مؤازرة النصر من المدرجات خلال مواجهة الطائي في الجولة 12 من الدوري السعودي. وانفعل كريستيانو في إحدى الهجمات لفريق النصر والتي تم إهدارها وعدم استغلالها لتسجيل أول الأهداف في المباراة. وكان رونالدو قد انضم إلى نادي النصر السعودي في صفقة عالمية ضخمة تشهدها الملاعب العربية، حيث وقع مع نادي النصر لمدة موسمين ونصف الموسم حتى العام 2025، حيث من المنتظر أن يضم النصر عدة لاعبين آخرين إلى جانب كريستيانو رونالدو، وذلك لتطوير الكرة السعودية بشكل كبير في الفترة القادمة.